واخيرا تعرفنا على شكون هما المنتخبات اللي غيواجه المنتخب المغربي الرديفي في دور المجموعات، اللي هي جزر القمر، عمان، السعوديه. من بعد ما قدمات جزر القمر واحد المقابله ريمونتادا ضد منتخب اليمن، من بعد ما كان منهزم بثلاثه ديال الاهداف، الهدف كيرجع في النتيجه وكيهزم المنتخب اليمني بضربات ترجيح. المنتخب عمان تاو ضد منتخب الصومال اللي قدم واحد المقابله دفاعيه بيناتهم بامتياز، من بعد ما انتهت المقابله ب0-0 كيرجعوا لركلات الترجيح وكيهزم المنتخب عمان المنتخب الصومال ب4 ديال الاهداف الهدف. كيبقى لنا المنتخب السعودي اللي كنظن بانه منتخب ضعيف، ما غيشكلش واحد الخطر على المنتخب المغربي الرديفي. اللي غيشكل خطر على المنتخب الرديفي المغربي وهو جزر القمر، لان قدموا واحد المقابله اليوم ريمونتادا، واحد المقابله اللي كانت الصراحه قويه. نتمنوا لهم يحققوا واحد النتيجه ايجابيه ويفوتوا هذا الدور المجموعات ان شاء الله، لان الصراحه راه كلشي لحق من دور المجموعات اللي كنتمنى يشكل المنتخب الرديفي واحد المفاجاه لجميع الخليجيين، بيفوت دور المجموعات بنتيجه اللي تكون ب9 ديال النقاط حره ابر على الاهداف.